السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي أطباق زكية زكية شانيل. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم ميني كيك اللي رائعين بالمول العجيب. عندي هنا بالنسبة للمقادير كأس معامر نتاع سكر سنيدة، كأس نصف كأس نتاع عصير البرتقال. عندي أيضا نصف كأس نتاع الزيت، قل شوية من نصف كأس. كنحتاج كذلك ملعقة كبيرة نتاع الخل. عندي واحد ياغورت نتاع الفاني. كنحتاج كذلك حبة بيض. عندي هنا واحد ساشيه نتاع الخمارة نتاع الحلوى 8 غرام. وغنحتاج الكاكاو. كذلك كنحتاجو قشرة البرتقال اللي مبشورة ولا محكوكة. هنا كناخدو اناء كنوضعو فيه حبة البيض مع السكر والقليل من الملح. كنخفق مزيان هاد المقادير هادو حتى كيولي نحصلو على واحد الخليط اللي يكون شيئا ما ابيض، يعني ندمج لينا مزيان البيض مع السكر. من بعد كنضيفو الزيت وعصير البرتقال والياغورت، وكنطربو جيدا هاد المقادير مع بعضياتهم بهاد الطريقة. من بعد كنضيفو قشرة البرتقال. كنحصلو على هاد الخليط هذا وكنبقاو نضيفو الدقيق بالتدريج، وكنضيفو كذلك الساشيه نتاع الخميرة نتاع الحلوى. هنا الدقيق بطبيعة الحال كيكون مغربل. هنا استعملت بالنسبة للعبار نتاع الملعقة 6 المعالق كبار مملوئين جيدا تاع الدقيق. هنا قسمت الخليط الى نصفين، انا قسمته على جوج. واحد النصف غنضيف ليه الكاكاو. انا هنا محتاجيش هاد الساشيه كامله، يعني استعملت تقريبا غير النصف ديالها. من بعد كناخد ديك الملعقه كبيره نتاع الخل وكنوضع النصف في الخليط الاول والنصف في الخليط الثاني وكنخلط جيدا. هنا هذا عندي هاد ليمول نتاع المول العجيب الصغار اللي دهنتهم بالقليل من الزبده ورشيتهم بالدقيق. غنملأ فيهم الخليطين الابيض والاسود. هنا بطبيعه الحال كنكونوا سخنا الفرن من قبل. انا عندي هاد ليمول اللي صغار، كاينين ليمول صغار وكاينين متوسطين. هنا حصلت على 16 حبه اولا 18 حبه نتاع الميني كيك. كما كتشوفوا كيديمولاو بشكل يعني سريع، ما كيلتصقوا ما والو. هنا غندوزو الكريمه اللي غنزينو بها. خديت هنا نصف لتر من الحليب في كاسرول، وغنضيف ليها 3 المعالق كبار نتاع السكر سنيده. الحلاوه دائما كتبقى على حسب الذوق. وكنضيف كذلك 3 المعالق كبار مملوئين نتاع المايزينا. كنخلط الخليط ديالي جيدا بهذا الشكل، وكنوضع الكريمه ديالي فوق النار حتى كتعقد. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما عقدت. هنا كنضيف 3 القطع نتاع الشوكولاته البيضاء، وكنضيف واحد الياغورت ونكهه الفاني، وكنخلط جيدا هاد الكريمه هذه حتى كتندمج لي، حتى كيذوب ليا الشوكولاته ويندمج ليا الياغورت مزيان مع الكريمه بهذا الشكل. من بعد كناخد هاد الكريمه هذه كنوضعها يعني في العجين الابيض، وكناخد ديك الموزه حبه موز كنمعسها مزيان بالفرشيط وكنضيفها للكريمه. هنا من الافضل تكون العمليه شويه سريعه باش ما تجمدش ليكم الكريمه. بهذا الشكل كنخلطوها جيدا، يعني هذه فقط كاضافه، ممكن تضيفوها ممكن تستغناو عليها. كنملئو بها الكيك الاسود. عندي هنا خديت حوالي 4 الحبات نتاع الفراوله، ضفت ليهم 2 معالق كبار نتاع السكر سنيده وقطعتهم قطع صغار، واحتفظت بهم في الثلاجه حتى طلقوا ليا داك السيرو ديالهم. وغنطحنهم. هنا انا الفريز قطعته قبل ما نبدي
يعني كنخدم الكيك باش طلق ليا داك السيرو، وغنصفيه جيدا من دوك القطع اللي غيبقاو فيه وديك الزريعه نتاع الفراوله، يعني باش نحصلوا على واحد الخليط اللي ما فيهش حتى كتولات. وكنضيف ليه واحد الفلون بنكهه الفراوله، كنخلط مزيان هذا الفلون هذا مع داك العصير نتاع الفراوله، وكنوضعو فوق النار فقط طلع فيه الغليه ونحيدوه. غير كتطلع فيه الغليه كنحيدوه باش ما يعقدش لينا بزاف، حيت فيه الفلون السكر. وكنفرغو فوق الكريمه اللي وضعنا فوق العجين الابيض بهذا الشكل. كيجي المذاق ديالهم رائع وبنين بزاف. غندخلهم للثلاجه يبردوا. وهذا هو الشكل نتاع التزيين اللي زينت. بالنسبه للشكل الاول زينته بقطع نتاع الموز والفراوله، الشكل الثاني زينته فقط بنصف قرقاعه، الشكل الثالث زينته بنصف حبه نتاع الفراوله، والشكل الرابع زينته فقط بالقليل من مبشور الشوكولاته البيضاء والسوداء. التزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر عندكم، اولا ممكن تحتفظوا فيهم فقط هكاك يعني سامبل بدون تزيين، كيجي ايضا المنظر ديالهم رائع. هذا هو الشكل ديالهم كيجيو خفافين يعني. كنتمنى تجربوا وصفة اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل